السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم رجعنا لطاولة رمضان باش نعطيكم طاولة بالحق متنوعة، نوريكم كيفاش نحضر كل شيء فيسا فيسا. وفطائر تركية بنة على بنة تلقاوها في المخابز الألمانية، حاجة معروفة. وخبز من وصفة العجينة اللي أنا الناس تعملها، والوصفة العجينة هذه روعة بصراحة. تجيب لكم خبز كوشة، خبز فور، خبز رمضان، فطائر روعة روعة. أول حاجة نبدأ بها لهنا كيما تشوفوا أنا نعمل بالطريقة هذه، نقص الخضرة متاعي مسبقا، نربح الوقت ونقعد قاعد بالقاعدة بالحق، نقعد بالطاولة ناخذ وقتي ونقص بالطريقة هذه باش كي نبدأ وصفاتي نلقى كل شيء حاضر. كيما شفتوا معايا أول حاجة ديما نقص الخضرة هكا إذا عندي وقت، إذا كيما توراني في الدار بكري نقص الخضرة على وقت بكري، ونعرف أنا مثلا باش نعمل زوز وصفات لازم الطماطم والبصل، لازم نزيد مثلا اللحم، عندي لهنا كيما تشوفوا اللحم، وعندي لهنا الحوت، عندي البصل، عندي المعدنوس والبطاطا للبريك. أنا حضرت وصفات في مخي، يمكن نغير رأيي في الوصفات يمكن لا، أما أحسن حاجة تعملوها تحضروا الخضرة أول حاجة مقطعة وبعد تبدأوا تطيبوا. كيما تشوفوا لهنا سي خليت الخضرة اللي قطعتها وحضرت يعني المكان اللي باش نخدم فيه هو الكاس، عملت لهنا للسوب ولهنا للحشوة متاع الفطائر باش نطيبهم فرد وقت باش نربح يعني الوقت متاعي. كيما تشوفوا لهنا للسوب أضفت تقريبا حبة بصل كبيرة مع شوية سمك. أنا عندي سمك السلمون مطبوخ في الفرن، يعني شويته في الفور، يعني كما نقولوا تقريبا هذه 300 جرام سمك السلمون. أنا بيصير مانيش باش نستعملها كمية كاملة، أنت تجم تستعمل 300 جرام، لهنا أنا باش نستعمل مثلا نص الكمية أو أكثر في شوربة. الشوربة هذه شوربة تشيش، يعني شوربة تشيش أو شوربة شعير، نقولوا لها شوربة فريك، احنا نقولوا لها شوربة تشيش في صفاقس. خذيت حبة بصلة كبيرة، خذيت لهنا ملعقة كبيرة سمك كما تشوفوا السلمون، تجم تاخذ أي نوعية حوت، تجم تعمل بيان أي شوربة تحب، أما نحب نوريكم شوربة فريك بالسلمون ولا بالسمك طيبة كيف. بالنسبة لهذا مش نخليهم يتقليوا شوية ونزيد شوية بعد التوابل. بالنسبة للحشوة متاع الفطائر اللي هنا باش نعمل حشوة متاع فطائر بالحم، هذا الحم انا سبق وراني طبخته في الماء وقت طويل باش الحشوة ما تطلبليش برشا وقت لين الحم يطيب. حاصل وعندي الحبل هنا مقطع مطبوخ من الاول، او تنجم تستعمل قطع اللحم او اللحم مفروم، يعني اللحم مرحي قطع صغيرة مع تقريبا 4 حبات طماطم كبيرة أو 3 حسب الرغبة، وحبة بصل أبيض أو أي نوعية بصل تحب، خليهم تو يتقلاو باش نضيف تو التوابل والطماطم المركز. بالنسبة للسوب أضفت 2 ملاعق كبيرة أكل، 2 ملاعق متاع يعني مغرفة عادية، ملعقة عادية أكل، 2 ملاعق كبيرة، ملعقة كبيرة ونصف فلفل حلو اللي هو هذا الغبار فلفل حلو أضفت باش نخليهم تو يتقلاو، نضيف عليهم شوية ماء ونخليهم يتقلاو. وبالنسبة للحشوة متاع الفطائر حشوة اللحم كيف أضفت تقريبا 2 ملاعق كبيرة طماطم ومركز وملعقة كبيرة فلفل حلو، أو تنجم تعمل ملعقة ونص. خليت لهنا الكل شيء باش يتقلى، لهنا نزيد شوية ماء ولهنا نزيد شوية ماء. كيما تشوفوا لهنا زدت كمية أكثر من الماء، تقريبا 2 كيسين تاع ماء، لهنا 3 كيسين تاع ماء. على فكرة راني أضفت للشوربة متاع الحوت، شوربة الفريك أو تشيش متاع الحوت، أضفت له ملعقة ونص كمون، أنا نحب الكمون مع الحوت في الشوربة. ولهنا باش نضيف الثوم، نقطع ثوم تقريبا 7 قطع ثوم، 7 حبات ثوم، ولهنا مثلا 9 حبات ثوم، خليهم يكملوا يطيبوا 9 دقائق متاعهم ولا 7 دقائق ولا 5 دقائق انتي والنار. انا عملت لهنا نار متوسطة، صاروا تقريبا 6 دقائق لهنا باش نضيف 2 لتر ونص ماء. انا لهنا الشوربة نعملها على يومين باش نربح الوقت، راني نعمل الشوربة على يومين، يعني باش ناكلوها اليوم وغدوة هكا نربح الوقت ونقع عندي ديما شوربة حاضرة. الصوص هذه نتاع الحشوة تعدت عليها 6 دقائق، مازال فيها شوية ماء باش نخليها تكمل تطيب لين الماء يجف شوية شوية وتقعد عندي قوام صوص نتاع حشوة فطائر. واخر مرحلة
باش ناخذ كميه صغيره للفطائر نتاع ولدي، والبقيه باش نضيف لها كالعاده كيما شفتوا الحشوات اللي جربتها قبل، المعدنوس والفلفل الحار مقطع صغير. سامحوني نكمل نضيف لها طماطم لانه الطماطم ما اضفتوش لهنا، حبيت فقط تقليه يعني نقلي الطماطم المركز مع البصل والسمك. اضفت لهنا بقيه الطماطم نتاعي باش نضيف تو الماء السخون 2 لتر ونص، ونخليها تطيب تقريبا 15 دقيقة 20 دقيقة لين كل شيء يذوب. وفي الأخير باش نضيف الشيش متاعي وباش نضيف زاد السمك يعني في المرحلة الأخيرة لأنه مسبوق وطايب، يعني السمك راهو مطبوخ. حار صوص أخضر فلفل حار، ملعقة صغيرة فلفل حار زادا يعني هيك الفلفل اللي يبدأ مهروش وشايح، وباش نضيف عليهم شوية معدنوس. هذه حشوة يعني لينا احنا خاطر نحبوا الحشوة اللي فيها المعدنوس والفلفل وحارة، وهذه حشوة لولدي ولا لازم تكون حشوة ثانية ما غير فلفل وما غير معدنوس. اضيف كمية كيما هكا معدنوس مع فلفل اسود ونخليها تكمل تطيب تقريبا 6 دقائق لين يذوب الفلفل والمعدنوس. حشوة بصراحة بنينة باللحم كيما تشوفوا استعملت بالحق كمية صغيرة من اللحم، لهنا تنجم تستعمل أي نوعية لحم تحب. الفطائر باش نحضر فطائر تركية يقولوا لها بوكشا ولا تركش بانز، حاصلوا اللي هم عجينة فطائر تركية بصراحة عجينة روعة رطبة وتجي هشة. مجربتها عندي صبيتها قبل في بداية قناتي، حبيت نصبها طريقة أحسن. لهنا راني باش ناخو الدوبل يعني المقاسات الكل باش ناخوهم دوبل، لأني كيما قلت لكم الوصفة متاعي ديما نعملها دوبل في الخبز ولا الفطائر باش نجمد نصف العجينة نحطها في المجمد ونستعملها بعد نهارين 3 أيام هكا نربح الوقت بصراحة. لهنا عندي كيلوغرام فارينة عادية متعددة الاستعمال تيب 405، عندي لهنا 300 مليلتر يogurt و300 مليلتر حليب دافي. يعني لهنا بالنسبة ليوغورت راهو يوغورت عادي من غير سكر، 300 مليلتر يوغورت و300 مليلتر حليب. وعندي لهنا 100 مليلتر زبدة باش نذوبها هذه بيان سور. تنجم تستعمل 100 مليلتر زيت زيتون ولدي. به وشنو اخر عندي لهنا 2 عظمات يعني 2 بيض مع 2 علب خميرة. الخميرة هذه هي فيها 7 غرامات باش نستعمل 2 علب، وعندي زادة خميرة الحلويات باش نستعمل نص علبة. خليت المكونات الكل مع بعضها باش نخلطهم الكل باش نتحصل على عجينة. نبدأ نتحصل على العجينة باش نضيف 2 ملاعق صغيرة كيما هكا 2 ملاعق صغيرة ملح باش نضيفها لهنا، ما نضيفهاش في الأول باش الخميرة ما تموتش. تو خليتها تقريبا 15 دقيقة 20 دقيقة على نار قوية كما نشوفوا سيتكون كأنه بريسك ولا القوام متاعو سوب. بالنسبة للحشوة كملناها خليتها تبرد باش نشكلها في الفطائر. ولهنا تو باش نضيف شوربة الشعير. انا هذه الكمية متاع يومين دونك باش نضيف ل3 أشخاص لمدة يومين تقريبا هكا. انا كل شخص نعمل له يد تجم لهنا تعمل 6 مرات أو 4 مرات. 4 مرات كيف يكفيك السوب ل3 أشخاص لمدة يومين. أضفته 5 مرات نخليته يطبخ على نار متوسطة، اللي يعني مثل كل باكيت يعني كل علبة متاع سوب يقول لك 10 دقائق 12 دقيقة 9 دقائق. أنا وكان نخليه 10 دقائق وديما نزيدو 5 دقائق الأخيرة نضيف فيه مثل الحمص، نضيف فيه مثل الفلفل الأسود أو فلفل حار. يعني أنا نخليه يطيب مثل أكثر من الوقت اللازم لأنه نحبه قوامها بالحق يكون قوام سوب. حاصل سيئة وكملنا. هذا هو السوب متاعنا. أضفنا له التشيش ولا الشوربة كما هكا تشوفوا، خليه يطيب على نار متوسطة 10 دقائق 15 دقيقة وسيء. هذا هو سوبنا ما شاء الله. هذا باش نضيفه في ال5 دقائق الأخيرة مع الفلفل الأخضر الحار والفلفل الأسود والحمص. هيك علاش خليته لهنا باش نضيفه في الدقيقة الأخيرة. نحبه يقعد قوامه هكا والبنة تحافظ عليها. كملنا العجينة باش نخليها تخمر ساعة 40 دقيقة انت ودرجة حرارة المطبخ. المهم يعني الحجم تاعها يرتفع.
لهنا عندي والوصفة متاعي، هذه الوصفة متاع عجينة متعددة الاستعمال، فطائر مطبقة مطلوع، خبز في الفور، خبز في المقلاة، فطائر محشية في المقلاة أو في الفور. تو نحط لكم ان شاء الله الرابط متاعها، بصراحه عجينه روعه روعه. هنا باش نعمل خبز متاع دار باش نزين به الطاوله وناكلوا معاه الشوربه. شكلت الخبز كيما تشوفوا، عملته بالطريقة هذه. تجم تشكل اللي تحب. أنا أضفت له سينوش وشوية يعني بسباس حبوب وحبوب السينوش أو الحبة السوداء كيما تحب، باش نخليها تخمر لين ترتفع في الحجم. جيدة. والسوب كمل طاب، راني هزيد يعني كمية يومين الولدي، يعني هزيد السوب الولدي لأنه تو باش نرمي المعدنوس والفلفل الحار. حضرتهم لهنا الكل في صحن بالطريقة هذه. عندي معدنوس يعني تقريبا يد معدنوس، زوزيدين حمص، واحد فلفل حار أخضر مقطع صغير، وواحد فلفل حار أخضر عادي. أضيفهم الكل، وأضفت لهنا ملعقة ملح أيضا بالطريقة هذه. نكملوا دون أضيفوا الحوت السمك، أي نوعية سمك عندك. أنا استعملت السلمون حاليا، هذا اللي متوفر عندي. مش مستعمل أي نوعية سمك تحب، الكمية حسب الرغبة. أو كأنا نزيد ونحرك ونشوف الكمية صفا هكا بريسك ما شاء الله. برشا حوت فيها ما شاء الله، حاجة صحية ومغذية. صدقوني جربوا هالطريقة حتى بحوت الدورة، حوت القاروس، أي نوعية تحب، حتى بالكروفيت حتى بالقرنيط. الطريقة هذه مع الكمون والمكونات هذه الكل بصراحة شي حاجة صحية برشا وبنينة ما شاء الله. ريحتها بصراحة بنينة خلتني بالسيف ما نحكي. قعدت لي كمية كبيرة، نيا نسلجها، يا نرى اش نعمل بيها، يا نكمل بيها فطائر للسحور ما شاء الله. خليتها نكمل 5 دقائق نغطي عليها، و5 دقائق ان شاء الله. زي الخبز كما تشوفوا تندو بشوية ماء، باش نرش عليه شوية حبة سوداء وندخله في الفور على أي درجة مثل الفور متاعك يطبخها. عندي الحشوات متاعي هنا، هذه حشوة سبنخ بالجبنة والجبنة التركية البيضاء المالحة. استعملتها في البوروك، عودت عملت كمية صغيرة. كانت تحبوا تشوفوا الحشوة هذه بصراحة بنينة تجي في البات هذه، شوفوها في الفيديو متاع وصفة البوروك بالسبناخ اللي عملتها في مائدة رمضان اليوم الرابع. لأنا عندي شوية جلجلان، ولأنا عندي تقريبا ماء يعني كيستي متاع ماء فيه بيضة البياض. هذا عوض دبس الرمان، إذا ما عندكش دبس الرمان تجي تستعمل هذه. هذا باش نستعملهم باش نغلف بهم الفطائر، وبعد نعمل عليها جلجلان. وفما فطائر باش نعملها عادية. عجينة كاملة حضرت كيما تشوفوا، خمرت ما شاء الله. راهي سهلة، نسكروها بالطريقة هذه مع الاستعانة ببعض الدقيق أو الفارينة، وثم نحطوا الجهة اللي سكرناها للأسفل، نحطوها في الماء والبيضاء، هذا صفار أبيض مع قليل من الماء، ونحطوها في الجلجلان ونعملوا بالسكين أو الموسى، يعني بالسكين نعملوا شق كيما هكا ونواصلوا بالطريقة هذه. حاجة سهلة. الشكل الأخير متاعها عملت كمية صغيرة، يمكن في السحور نعمل يمكن لا، والبقية باش نجمدوا لأيامات أخرى باش ما نتعبش ونحضر برشا حوايج. تو نحطهم في الفور على درجة حرارة 220 درجة من الأسفل والأعلى. باش نحضر معاكم تو البريك باش نعملوا في الشكل هذا. كان سبقوا شفتوا يعني طاولة رمضان اللي حضرتها الكل معاكم. ديما نعمل أنا البطاطا والتون، هذا اليوم اشتهيناها بالعظام زيادة. عملنا بطاطا وشوية معدنوس وشوية كبار وشوية بصل أحمر وبيضة وشوية زيتون وجبن. هذه هي البريكة، شوفوا ما شاء الله كيفاش تطلع. عملنا كمية صغيرة باش ما نعملوش برشا إسراف، خاطر ما شاء الله طيبت برشا اليوم. دونك يقعدنا للسحور. زيد عملت الدقلة
البسلة هذه محشية بالفواكه الشامية وقدمتها بالطريقة هذه. شوف محلاهم. وهذا هو الخبز، راهو ما شاء الله ريحته قول في كوشة، يعني بالحق قول في كوشة أو مخبزة تونسية تقليدية، ريحته كيما مخابز صفاقس متاع البلاد العربي. بصراحة ننصحكم تجربوا الوصفة هذه. العجينة راهي متعددة الاستعمال، شوفوا ما شاء الله من الداخل على خاطرها بالسميد تجي هكا وبنينة وهشوشة وريحتها بنينة وما شاء الله. السينوجي أضيف بنة على بنة، ننصحكم تجربوا الوصفة هذه. يصير عملت حاجة حلوة للسحور وللفطور، حاجة صحية واقتصادية أهم حاجة. المسفوف سبق وشاركت معكم هالوصفة في فيديوهات مائدة الأفطار. شوفوا أنا سي تقريبا بريس كملت وزينت الطريقة العادة، وشاركت معكم زادة طريقة كيفاش نزين طاولة رمضان، الطريقة اللي ديما نعتمدها باش تجيني طاولة سمحة وبسيطة وراقية. هذم هما الفطائر جاو بنا فطائر تركية اسمهم بوكشا، بصراحة بنين برشا برشا بالسمسم. وأنا جمرتهم على فكرة، يعني خليتهم يطيبوا وقت طويل باش السمسم يتغير لونه ويولي أحمر. راهم ما شاء الله جاو بنين برشا، الحشوات الكل روعة، خاصة حشوة السبناخ بالجبن روعة. راهم ما شاء الله من البرة يتقرمشوا ومن الداخل رطب، والحشوة تقعد كيما هكا وشكلهم يجي سمح برشا برشا. إن شاء الله تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم. هذه هي الطاولة متاعي. شوفوا ما شاء الله طاولة بسيطة وراقية ومتكاملة، وأهم حاجة صحية واقتصادية. هذا السوب الصحي اللي بالسمك مع البريك اللي بالتن، حاجة اقتصادية وصحية. شوفوا محلاها الطاولة بأقل وصفات ويعني بالاقتصاد ونتلاهي بصحتنا نعملوا طاولة بالحق صحية كيما هكا وروعة. أنا بصراحة ما نطيبش برشا وصفات على طاولة مائدة رمضان، لأنه تعدت علي تجربة أني كنت نطيب برشا وصفات للمائدة رمضان، وللأسف يقعد فما يعني الإسراف كمية كبيرة. هيك علاش نعمل ديما أهم حاجة مثل فطائر بريك وسوب وخبز ولا حاجة حلوة. حصيلوا إن شاء الله عجبتكم الأفكار هذه الكل، وإن شاء الله عجبتكم المائدة اللي حضرناها اليوم مع بعضنا كالعادة. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم. المرة اللي فاتت عملت ريشيرش هنا. عارف كيف؟ يا